حالة صحاب الوطني هاد الايامات؟ عندك الباكو خارج، دخل. عندك الباكو ناعس. عندك الباكو كتفرج. عندك الباكو كتقرا. شنو هو الباك؟ صحاب الجهوي من كيبغيو يراجعوا. شوف، دابا بقات 10 ايام جهوي، غادي نراجعوا داكشي اللي حفظنا ديك المره. صافي، صافي باش نبداو. غنبداو بالاجتماعيات، ندوزو للتربيه الاسلاميه، ندوزو للعربيه. صافي مشينا. يلا هيا A few moments later. عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذه، تحراز اولا تكتب في ورقه صغيره عمرو ما كان الحل. جرب الكيت بلوتوث. مع الكيت بلوتوث تقدر تتواصل مع اي شخص. صحاب الوطني والجهوي من كيبقى ليهم نهار واحد. ما هو دعاء النجاح؟ ما هو دعاء دخول الامتحان؟ ما هو نوع الزبيب الذي يقوي الذاكرة؟ كيف أغش في الامتحان حلالا؟ المهم اللي بغيت نقول لكم هو ان الباك ماشي شي حاجه صعيبه اللي تخلعي منها او لا تخلع منه، هو فقط امتحان اللي كيمكنك انك تطلع للتعليم العالي، يعني تخرج من التعليم الحاضر للتعليم العالي. غادي تقول لي علاش اذا الواحد كيتخلع من كيمشي يدوز البكالوريا، وعلاش كيتستريسا، وكاين كاع اللي كيسخف نهار الامتحان. ها علاش؟ واش امين عنده الباك هاد العام؟ اي الباك، ولكن ما كنشوفو ما كيراجع ما والو. ايوا قول له يزير راسو، قال لك كيجيبوا لهم البوليس يحضيوهم. فقط لا غير تفصيل التلاميذ عن اجتياز امتحانات البكالوريا 10 أمتار أخيرة ترتفع فيها سومة دروس الدعم ويزداد معها القلق والاضطراب. المراقبون النفسيون ينصحون. تخيلوا معايا دابا الا دوزتوا هذا الامتحان البكالوريا ما غيأهلكم لوالو، يعني بحال دوزتيه بحال ما دوزتيهش، وإلا دوزتيه غدوزو في الدار بحال دوك الامتحانات التجريبيه اللي كنا كندوزوهم في الدار. هنايا كن على يقين انك ما غاديش تخلع، وانك غدوزو في احسن الاحوال، وانك وخا الا ما كنتيش حافظ تقدر غير شويه الفهامه تقدر تبدع وتعطي اكثر، حيتاش مورالمون مرتاح. اذا حاولوا ما تخلعوش نهار الامتحان وما تعطيوش اهميه كبيره لهذا الامتحان هذا، حيتاش بحال دوزتيه بحال ما دوزتيهش لا فاك كتسناك. وكما قلت لك كيبقى فقط واحد الموين اللي كيدوزك من التعليم الحاضر للتعليم العالي. الي بون كوراج لي ميك.